قلت لبنتك انك فخور بيها؟ طب فكر كده، انت قلت لها اخر مره ان هي عملت حاجه كويسه امتى قعدت قدام حد وقلت انا بنوتي عملت كذا وانا مبسوط قوي انها عملت كده؟ يمكن كتير منكم بيبقى معتمد على ان الامهات هي اللي بتعمل الدور ده، بس يمكن انت مش مدرك انه شعورها بان ماما فخوره بيا مختلف تماما عن شعورها بان بابا شايف ان انا كويسه. ممكن تكون كويسه في حاجات، واكيد كطفله كمراهقه كبنتك ممكن يكون فيها حاجات مش على مزاجك، بس على الاقل نركز في الحاجات الكويسه في الولاد، بالاخص في البنات، ونقول لهم انتوا كويسين في كده، انا مبسوط انك عملتي كده، انا سعيد ان بنتي بتعرف تتفكر بالشكل الفلاني، انا فخور بالانجاز بتاعك الفلاني. الحاجات دي بتخلي عندهم ثقه في النفس وقدره على انها تنجز احسن، واحساس بانها متشافه من اهلها وبالاخص من باباها. فعشان كده ما تبخلش على بنتك بان انت تقول لها وتعبر لها عن شعورك ناحيتها لما يكون في حاجه كويسه اتعملت، عشان هو ده المجال اللي بنبني عليه ان لما تعمل حاجه وحشه الومها عليها او اعاتبها عليها. لكن مش معقول تبقى بتلوم وتعاتب طول الخط، ده حب ايه اللي انت بتديهوني ده؟ فنقول على الحاجات الحلوه عشان نتسمع لما نعلق او نلوم او نعاتب على حاجه مش حلوه.